مرحبا بكم في قناة الوعي السياسي. نرحب بكم متابعينا الكرام وندعوكم إلى مشاركة آرائكم وأفكاركم عبر التعليقات، فحواركم معنا جزء من صناعة هذا الوعي الجماعي. تشهد فرنسا في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة لافتة أطلق عليها المراقبون وصف الهجرة المعاكسة، حيث يقرر عدد متزايد من الفرنسيين المنحدرين من أصول جزائرية مغادرة فرنسا في اتجاه كندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فيما يفضل آخرون العودة إلى الجزائر والاستقرار في أرض الأجداد. ويقول هؤلاء إنهم يهربون من تصاعد العنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضدهم، بعدما باتوا يشعرون أنهم غرباء في وطنهم رغم حملهم للجنسية الفرنسية. هذا التحول الاجتماعي يتقاطع مع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس والجزائر، بدأت مطلع عام 2025 حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو استراتيجية سماها توازن القوى في التعامل مع الجزائر. ومنذ ذلك الحين لم تهدأ العاصفة بين البلدين، فقد تبادل الاتهامات وطرد الدبلوماسيين قبل أن تعلق فرنسا العمل باتفاق الآفاء من التأشيرة الممنوح للمسؤولين الجزائريين لترد الجزائر بإلغاء الاتفاق نهائياً. العلاقات بين البلدين لم تكن يوما مستقرة، فهي محكومة بملفات تاريخية عالقة وبمزاج سياسي متقلب، مما يجعلها عرضة للتوتر الدائم. المسؤولون الفرنسيون يتهمون الجزائر بخرق الاتفاقيات ومحاولة إذلاء فرنسا، فيما يتهم الجزائريون باريس بالتنصل من مسؤوليتها التاريخية وإهانة الجزائريين والسعي إلى زعزعة استقرار بلادهم. وسط هذا المناخ الملبد بالأزمات، يجد المواطنون من أصول جزائرية أنفسهم عالقين بين نارين: نار خطاب الكراهية المتصاعد في فرنسا، ونار العلاقات السياسية المتوترة بين الحكومتين. كثيرون يرون في الهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة أو العودة إلى الجزائر حلاً عملياً لمستقبلهم، وخياراً وجودياً يضمن لهم شعوراً أكبر بالانتماء والكرامة. أطيب الأماني، إلى اللقاء.